في ليلة بردها بيقطع سنة 1922 في مزرعة هادئة في قرية نائية بألمانيا. 6 جثث منهم طفل تم اكتشافهم مقتولين بالفاس ومش مدفونين. لكن الغريب إن اللي قتلهم مهربش، فضل عايش في البيت بيطبخ وبياكل، وكل ده بعد ما خلص عليهم. استعد، القصة دي مش مجرد قصة عادية. كل شيء بدأ قبل الجريمة ب6 شهور، لما خدامة اسمها كريستينيس كانت بتشتغل عند عيلة واير. كانت بتسمع حاجات غريبة، نقر على الأبواب، همسات ورا الحيطان، وخطوات حد بيتمشى جوه البيت وهو فاضي. كل مرة كانت تحكي محدش يصدقها. الأب أندريس كان بيضحك ويقول البيت مفهوش حاجة، دي تهيؤات. لكن الخدامة كانت واثقة إن في شيء مش طبيعي، وفي الآخر خافت وسابت الشغل. في يوم 31 مارس 1922 جت خدامة جديدة، أول يوم شغل ليها، وللأسف كان أول وآخر يوم في حياتها. في نفس اليوم ده بدأت العيلة تلاحظ حاجات غريبة. أندرس لقى مفتاح مهم من مفتاح البيت اختفى فجأة، وآثار أقدام على التلج داخلة من الغابة للبيت، بس مفيش ولا أثر بيخرج منه، يعني اللي دخل لسه جوه. الأب راح لجاره لورنس وقال له أنا حاسس إن في حد عايش معانا في البيت. لورنس عرض عليه سلاح، لكن أندريس رفض. بدأ القاتل يسحب أفراد العيلة واحد واحد على الحظيرة، قتلهم بالفاس من غير صوت. الدم في كل مكان، الأب، الأم، البنت، الحفيدة، والخدامة، والطفل الصغير في السرير، كله اتقتل. 4 أيام والبيت كأن في ناس عايشة فيه. نار التدفئة شغالة، الأكل بيتطبخ، والحيوانات بتاكل، والكلب بيروح ويرجع، والصحون مغسولة، كأن القاتل عايش في البيت بعد الجريمة. والغريب إن محدش لاحظ حاجة. ساعي البريد وصل الجريدة، والناس ماشية كأن البيت طبيعي. اللي اكتشف الموضوع كان عامل فني جاي يصلح المولد. لقى الكلب مربوط على باب، ولما دق على الباب محدش رد عليه. راح لجارهم لورنس قاله في حاجة غلط. لورنس دخل المزرعة، ولما دخل الحظيرة وقف من هول المنظر. الجثث على الأرض، الدم في كل حتة. دخل البيت لقى النار شغالة وآثار أكل طازة، بس مفيش بني آدمين. الشرطة بدأت تحقيقات ضخمة. أكتر شخص اشتبهوا فيه هو لورنس. ليه؟ لأنه هو اللي اكتشف الجثث، وكان طالب بنت أندرس للجواز، ورفضوه، بس ما قدروش يثبتوا عليه حاجة، لأن كان في شهود إنه كان في بيته وقت الجريمة. سنة ورا سنة ملف القضية بينتقل من ضابط لضابط، من جيل لجيل، لحد سنة 2007، لكن مفيش أي دليل يظهر من القاتل. هل القاتل كان مستخبي في البيت من شهور؟ هل الخدامة الأولى كانت بتحذرهم؟ ولا اللي حصل ده كان شيء فوق فهم البشر؟ ايه رأيك؟ اكتب لنا في الكومنتات. وكده يبقى الفيديو بتاعنا خلص، واستنونا ان شاء الله يوم الاثنين بقصة جديدة. سيبلكوا تصويت في المنتدى، عايزين القصة الجاية تكون ايه، فاختاروا طبعا القصة اللي عايزينها. طبعا متنسوش اللايك والاشتراك وفعلوا زر الجرس. بحبكم جميعا، سلام.